الاسماعيلي. المباريات ديت كان كل جماهير الكوره في مصر بتستنى الزمالك اسماعيلي، اسماعيلي اهلي، اسماعيلي مصري، اسماعيلي اتحاد. الاسماعيلي كان له شنه ورنه، والزمالك كان له شنه ورنه. الماتشات دي بالذات كانت بتبقى من العيار الثقيل، زي ما بيقولوا الثقيل يعني. كنت بتلاقي فيها كل فنون الكوره، كل حلاوه الكوره بتلاقيها في فرقه الاسماعيلي وفرقه الزمالك، او فرقه الاسماعيلي وفريق الاهلي، او فريق الاهلي وفريق الاسماعيلي المصري والاسماعيلي. الماتشات دي كان بتبقى يعني زي ما بيقولوا كده عيد للكره المصريه، زي مباراه الاهلي والزمالك بالظبط. بل كمان ان كانت تتفوق على ماتشات الاهلي والزمالك، لان ماتشات الاهلي والزمالك دايما لا ده خايف يخسر ولا ده خايف يخسر، فبتلاقي في حرص من الفريقين، فما بيقدموش الكوره اللي هي بتبقى ممتعه. انما في ماتشات الاسماعيلي من اول ما الحكم يصفر، الاسماعيلي عايز يكسب والزمالك عايز يكسب، او العكس، الاهلي عايز يكسب والاسماعيلي، فبتبقى المباراه مفتوحه والفنيات فيها بتبقى كتيره جدا يعني. النهارده الواحد بيتحسر على نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. طبعا لقلة الإمكانيات المادية، للمشاكل اللي هي بيواجهها الفريقين من غلق قيد، وفي لعيبة مش عايزة تيجي عشان فلوس، وفي مدربين على قدهم، وفي مشاكل بالنسبة لما بيجيبوا مدربين ويمشوا ويرفعوا عليهم قواضي، ونفس الكلام بالنسبة للعيبة المحترفة. فدخلوا الفرقتين في الدوامة بتاعة المشاكل المادية. فالنهارده الواحد قاعد بيتفرج على الماتش، مفيش لمحه، مفيش باصه حلوه، مفيش الحاجات بتاعت زمان اللي انت كنت تقعد تقول الله الله، يا مش عايز الماتش يخلص. انت دلوقتي عايز الماتش يخلص، لان العك في عك، مدرب هنا ومدرب هنا. مدرب هنا يعني واضح من الشوط الاولاني ان لازم يغير محمود جهاد ويدخل محمد شحاته في نص الملعب، ويلاعب على الطرف اللاعب احمد محمود، اللي هو عمله في اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعه. بقى كل ده قاعد نايم مش شايف يعني، كل ده قاعد نايم. والمشكله كمان والمصيبه ان الناس اللي بيتفرجوا على الماتش من بره ما عندهمش فكره، رايحين يدوا محمود جهاد احسن لعيب في المباراه. قلتم يا رجاله، قلتم. انتوا بتتفرجوا على ماتش تاني، محمود جهاد ايه اللي بطيء والكره بتتقطع منه، ومحدش يقول لي اصل اول ماتش ومش عارف ايه. ما الراجل بيلعب في الدوري ماشي، اول ماتش ما ياخدش راجل مباراه. هو اللي اداله راجل مباراه ده قريبه، ابن اخوه، ابن اخته، عمه ولا خاله، عشان يديله راجل مباراه بناء على ايه؟ طب اللي اسمه حسام عبد المجيد ده اللي شايل 5-6 كور، واخر كوره اللي هي نادر فرج حطها وهو حط دماغه فيها وتطلع بدل ما تروح على يمين عواد، راحت ضربت في القائم وخرجت لولا حسام عبد المجيد. كل الكرات العاليه حسام عبد المجيد هو اللي بيتصداها بكل قوه وبكل شجاعه. ده لو انت هتاخد حد من الزمالك. لو هتاخد حد من الاسماعيلي، انا من وجهة نظري كان الفيرود اللي هو الفلسطيني، او الراجل اللي نزل اللي اسمه خطار ده ولا خطير ده، ولا اللي هو ناحيه الرية الصغير ده. انا ما اعرفش برضو المدرب الاسماعيلي اذا عندك لعيب زي ده بينزل يقلب لك الدنيا، تلعبه ازاي اخر 10 دقايق وانت خسران؟ ده المفروض يبدا اللي هو بيلعب ناحيه الرياض الصغير ده، اللي هو لعيب كوره ده بيفكرنا بالعجوز في ناحيه اليمين برضو. يعني ايه فكر المدربين ده؟ وعشان كده الاسماعيلي بيطبع في القاع، والزمالك مش هينافس برغم ان هو كسب النهارده. مش هينافس بشكل. الراجل اللي واقف على الخط اللي مش فاهم حاجه تماما. وقلنا قبل كده طارق مصطفى عارف لعيبه الزمالك وهيدي، وما كانش هتحس لا باداء وحش، ومش هتحس ان في لعيبه غايبه ولا مش غايبه، ومش هتحس ان وهتبقى بتنافس. يعني طارق مصطفى كان وفر عليك كل، بس انا ما اعرفش مجلس اداره راح جاب لنا واحد بقاله 3 سنين لا حول ولا قوه بيقرا قصص، بيقرا في قصص بعيد عن الكره تماما. النهارده تغييرات بسيطه،
بتطلع الجزيري ليه؟ هو الجزيري ضيع 5 تجوان مثلا وكان وحش وكان انت ما اديتلوش حاجه، ده الجزيري هو السبب في الجون اللي جه الاولاني. وبعدين بتنزل حسام اشرف ده تنزله وانت كسبان 5 وانت كسبان 4-5 تنزله عشان تكون ضمنت النتيجه مع كل الاحتراري جدا ويعني الشوكه والسكينه، بيلعب بالشوكه والسكينه، جات له ما جات. احنا مش عايزين نذبحه، بس انت اللي هتخلينا نذبحه زي ما حرقت محمد السيد، واخد بالك؟ فانا ما اعرفش انت. وبرضه ارجع واقول امير عزمي مجاهد، انت مالكش دور يا امير. انت لو مالكش دور انت كنت ماسك مدير فني قبل ما تيجي الزمالك. لا، خليك في المدير الفني وخليك الراجل رقم 1 لو مالكش دور. انما لو ليك دور والحاجات دي بتحصل وانت بتشارك فيها يبقى عليه العوض، يبقى نادي الزمالك كده يبقى يخش في ال9 بالعافيه. وبعد كده خلاص ما تقولش دوري تاني، يعني ما تقولش ان احنا هننافس على الدوري. انت كنت، انا بكلم بقى مجلس اداره، كنت عايز تنافس على الدوري بجد، صحح الخطا اللي انت عملته. كان لازم يجي طارق مصطفى كان هيلم لك الليله دي، هيخليك تنافس، مش هيحسس جماهير الزمالك ان في عبد الله غايب ولا ناصر ماهر غايب، ولا كان هيلعب بطريقه يخلي لك ان نادي الزمالك يكسب وفي نفس الوقت بينافس. انما بيخسر الماتش اللي فات 3. انا ما اعرفش، طب انتوا قعدتوا معاه بعد خساره بيراميدز؟ طبعا الدوري كله ما فيهوش فنيات، الفنيات بس في الحتت اللي هي بيبقى فيها هدف، صناعه هدف اللي هو اسيست تتعمل دي جوه. انما طول الفرقه الوحيده اللي انت تقدر تقول عليها بتلعب كوره هي بيراميدز. الفرقه الوحيده اللي هي بتلعب فعلا عشان المتعه والنديه والمنافسه وفريق مكتمل هو بيراميدز. انما بقيه الفرق كلها والله كله بيشحت كوره. يعني النهارده الشوط الثاني النادي الاسماعيلي لازم يتعادل، الشوط الثاني تفوق وراح وضيع اكتر من واحده وحظه سيء. امبارح بتروجيت الشوط الثاني مضيع اكتر من واحده وحظه سيء. ما هو دول فرق القمه بقى، الاهلي والزمالك. النهارده اتفرج بقى على بيراميدز، كسب 1-0 بس شوف ال90 دقيقه في يعني بيهاجم عايز يكسب، وفي نفس الوقت كورته حلوه، كورته ممتعه طول الوقت، هو اللي مستحوذ رايح بيضيع لغايه ما جاب جون في الثواني الاخيره، واخد بالك؟ فانا شايف ان الدوري السنه دي والله العظيم يعني مع كل الاحترام هو بيراميدز ويجي بعديه سيراميكا، دولت الفرقتين اللي بيلعبوا كوره. وبعد كده المصري على فترات، لان برضو المصري فيه يعني شويه مشاكل كده. فاعتقد ان هم دولت ال3 فرق اللي هم بيلعبوا كوره للكوره في الدوري المصري. غير كده مع كل الاحترام لا اهلي ولا زمالك ولا اي فرقه تانية. الشوط الثاني النهارده الاسماعيلي بيضغط والراجل واقف نايم، محمود جاد من اول الدقيقه حاجه و50 وعمال يمسك في رجله، انت مش شايفه؟ عمال يمسك، ووقع وقام وخرج يتعالج ونزل وبيمسك في رجله ومش قادر. تغيروا في الدقيقه حاجه 79 ولا 78، 14-15 دقيقه الراجل ماسك رجله وعلى على الفرقه وانت مش شايفه. الاسماعيلي الراجل اللي هو الخطار الصغير